طب مين اللي معاه المفتاح ده؟ اللي معاه مفتاح خزائن الأرض هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. وفي حديث ثاني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: إني قاسم والله معطي. يعني مفاتيح خزائن الأرض موجودة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا من خلفك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وده مش معناه السعي في العبادة أو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا حياتنا المفروض كلها تكون محور تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال كده بالنص: لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب، حتى باب الرزق، باب الشغل، باب العمل، باب النجاح، باب العلم، باب المذاكرة، أي باب أنت هتخبط فيه عشان خاطر تاخد من رزق ربنا سبحانه وتعالى في الأرض، عشان ترتقي في الأرض وتحقق مكانتك الاجتماعية، لازم في الأول يكون هدفك ليه إن أنت ماشي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، وعايز تخبط على الباب ده ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي هتروح عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي معاه مفاتيح خزائن الأرض، اللي هيقسم منها على حسب سعيك وعلى حسب اللي ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك بيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو المعطي، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم.